حبايب فاطمة، اللي هيجي على أمه الدنيا هتيجي عليه، مش هيكسب ولا يربح في وقت ما يتوقعهوش. الأم هي الدعوة اللي ماشية جنبنا من غير ما نحس، ولو غابت هتغيب البركة وتغيب الرحمة. صدقوني في وجع ملوش دوا لما الأم تبص على ابنها أو بنتها تلاقيهم كبروا عليها، كبروا بجسمهم كمان بعدوا عنها. لما البنت تشوف أمها تعبانة وبتعمل شغل البيت وهي ما يهونش عليها حتى تساعدها أو حتى تعملها حاجة سخنة تشربها، والولد يجري على صحابه، ولو صاحب ليه تعبان يكون تحت رجليه. إنما أمه لو تعبانة ولا أكنه شايفها. في وجع الابن لما صوته يعلى على أمه ويزعق لها وينسى اللي ربته واللي كانت بتسهر عليه. لو بيعيط من شوية سخونية أو شوية مغص. مش كل الأمهات مثاليين، لكن مهما غلطت ما اعتقدش إنها تستاهل كلمة تجرح ونظرة تقلل منها، ولا تجاهل أو كسر خاطر أو كسر قلب. ليه بتكون سريع في خدمة الناس، لكن أمك لو احتاجتك ما بتلاقيكش جنبها. أمك اللي عمرها ما طلبت منك حاجة لنفسها، دي عمرها ما تمنت إنك تبقى زيها، بالعكس كانت دايما تتمنى إنك تبقى أحسن منها. دايما تدعيلك وتفرح بنجاحك وتزعل لزعلك وتفرح لفرحك. هتندم فيها لحظة لما تفتكر إنها كانت محتاجة منك كلمة حلوة، بس انت كنت مشغول عنها، عايزاك جنبها بس انت كنت بعيد وقتها. هتعرف انها اكتر حد بيحبك، وانك جرحت انسانة عمرها ما كانت تستاهل منك انك تعملها وحش او تكسر قلبها او تكسر خاطرها. امك عمرها ما هتكون مرتاحة طول ما انت بعيد عنها ومزعلها. راجع نفسك، اعتزل لأمك وحضنها واسمعها قبل ما صوتها يسكت وتدور عليها ما تلاقيهاش. وصلي على الحبيب قلبك يطيب.